عندنا مصدرين للسلاح، مصدر السوق السوداء ومصدر هو الغنائم هو الأساسي. السوق السوداء بيعتمد على تجار السلاح وبعض متآمرين من ضمن النظام. داخل النظام تعرف في مستودعات الجيش بيعوا كاش ضغطوا في أشخاص معينين يتعاملوا معهم. يعني في قاضي من الجيش النظامي بتبيعه. طب ممكن تكون هاي الأسلحة مغشوشة مثلا؟ لا أسلحة خفيفة، ما احنا بنعرفها احنا. يعني بصرة حرير رابطة ما بين السويد أيوة، خط الإمداد. تموين بيجيكوا من خلال المنطقة هاي؟ بيجي للجيش النظامي مو لأن. أيوة، مسيطرين عليها أنتوا هسه؟ لحد الآن مسيطر عليها الجيش الحر. من لواءك هي بتيجي ولا من لواء آخر؟ من كل مجموعات بتطلع بتريح بالتتابع. في احنا هناك مجموعة. بعدين ما بتفرض أنت تطلع فرض. الميزة بالجيش الحر العمل مو إجباري. العمل اندفاعي. يعني مثلا وقت اللي طلعنا على مساكن صيدا، بتعرف احنا منسقين لوائين مع بعض، حددنا من كل لواء 60 واحد. اللي زعلوا اكثر من اللي رضي. انه ليش انا مثلا نقول اخوه اثنين ما بدناش يطلعوا؟ يعني لا سمح الله يا اخي، اخوه اثنين يروحوا فيها، لا بروحوا على بطل واحد. بتلاقي اذا اخذت هذا بيزعل هذا. ليش انا بدي اروح؟ انا قال شو جايب اروح؟ انا اخذت اخوي، شايف شلون؟ قلت خليك بالسياره، ما حسيت الا وراي. يا زلمه ما قلنا قال شو اذا انت ما بتقدرش تركض، صار عمرك 48 سنه، ارجع انت خلينا قبل. يعني بضرب لك مثال علي نفسي. ومثل مثايل يا شباب، بدنا فزعه لبصر، بدنا نبعث لنا شيء 14 15 10 من هون يعني من المجموعه هاي كذا، من اللواء هذا كذا، من المنطقه هاي كذا. يعني بتطلع الشباب تستغلها يومين 3 ايام اسبوع. في ناس لهم من البدايه بتريح، فبتحتار مين بدك تبعث، لانه الكل حاب يشترك. طب هيك انتم خنقتوهم بدرعه، يعني لما انتم بتسيطروا على بصرة الحرير خنقتوا قوة الجيش النظامي. طبعا احنا ان شاء الله ان ضلينا متمكنين. بصرة الحرير صار رايح فيها بين عربة مجنزرة ودبابة اكثر من 60 بحديت ما اجيت انا لهم. النظام له 40 سنة اخي، انت زرعت شجرة صار عمرها 40 سنة، بدك تشرحها من اخر جذر لها. ممكن تكون زارعها هون بتلاقي جذر لها بالرمثة، بدك تروح تحفر من الرمثة لجاي. طيب يعني في عنده مشكلة بالموارد البشرية، المشكلة خانقة هسه. قديش عدد الجيش الحر اللي انشق من الجيش النظامي؟ والله صعب ينحصر، ما يعني مش بعرف. الجيش الحر مثلا يعني في شباب كانت بتعمل اعمال حرة انتسبت فيه، هي اللي اسست الجيش الحر. اذا بدنا نحكي بداية، يعني اللي حملوا السلاح هم اللي بداية حمل السلاح بالثورة السورية، وقت اللي صارت الأحداث. بتعرف وخاصة مناطقنا في ناس هوايتها كانت إنها تكنس سلاح. أكيد نفس الشيء المجتمع القبلي بالأردن، نفس المجتمع. يوم صارت هالهجمة الشرسة على المدنيين، وخاصة بعد ما اقتحموا مدينة درعا وصارت أحداث صيدا، صارت اجتهادات شخصية إنه بدنا نضرب سيارة أمن، بدنا نضرب كذا. شايف حالات فردية كانت. وقت اللي النظام كشر عن أنيابه الحقيقية واستخدم الحسم العسكري ضد الناس السلمية، صارت الناس تبحث عن مورد السلاح. ولا بداية ما كان في شيء اسمه عمل مسلح. صار هذا عسكري أو ضابط ينهزم يترك بسلاحه الفردي. شايف؟ طبعا اللي بيميز الثورة السورية إنه ما فيش انشقاقات كتلة متكاملة كتيبة أو هذا، بسبب البنية العسكرية اللي حاطها النظام. يعني بيحط لك قائد سني مثلا، بيحط لك النائب تبعه علوي، بيحط لك الرتبة الثالثة مثلا درزي، بيحط لك لا يمكن يحط اثنين حتى لو من طائفتين مختلفات يكونوا يحبوا بعضهم رئيس ومرؤوس، مستحيل. هاي احنا كنا يعني لامسينها عطول، الرئيس مرؤوس بيكرهه اللي متسلسلين ورا بعض. فلهالسبب الانشقاق ككتلة واحدة مش صعب، مستحيل. الثورة بداية أول ما قامت ما كانش فيها صبغة طائفية ولا حد. حتى يوم قامت الناس ما قامت ضد بشار الأسد بالبداية، كان في مطالب بس ما بيضحي بقريب له. يعني أحد الشيوخ اللي قابلوه طلع على التلفزيون بيقول له والله خالتي زعلت علي ليش شلت ابنها من منصبه.
هذا عن ثابت عباس اللي كان سوى تبعت بانياس اللي دعسوا على ظهور المدنيين الشباب. خالته زعلانة، ما فيش قانون. هون خالته وهون عمته، مزرعة، لا قانون. مزرعة لعائلة الأسد. حتى الطائفة العلوية غرر بها، الطائفة العلوية مش كلها مستفيدة يعني مثل واحد من عائلة معينة استلم منصب، حط 5 6 حواليه، هالعائلة كلها استفادت، هال5 6 اللي حواليه. صحيح. عندنا بدرعا بصر الحرير بتاخذ رقم 1 بالتدمير، بعدين الحراك، بعدين بطرس، بعدين الكرم. يعني ما شفتش نظام بالدنيا بخصف المشافي. مشفى الدولة مع أمريكا، مش مشفى ميداني يعني، مشفى نظام، مشفى طفس حارة، مشفى الحراك نفس الشيء.